حلقتنا اليوم تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. كشفت مصادر على صلة بملف استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات للشروق تفاصيل جديدة على علاقة بإجراءات إدخال هذا النوع من المركبات إلى الجزائر، ستطبق بعد صدور المرسوم الخاص بها الذي يجري إعداده وسينشر قريبا. ووفق المصادر التي تحدثت إليها الشروق فإنه لا توجد قيود على البلد التي تجلب منه السيارة سواء كان أوروبيا أو عربيا أو إفريقيا، لكن أي عملية جلب مركبة وجب أن تتقيد تماما بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية. وتؤكد المصادر ذاتها أن شراء مركبة مستعملة أقل من 3 سنوات من تونس أو ليبيا أو مالي أو أي دولة أوروبية أخرى حتى وإن لم تكن مصنعة للسيارات أي ليست بلد منشئ للمركبة ممكن وفق الشروط الموضوعة مسبقا. أما بخصوص الرسوم الجمركية التي ستطبق على هذا النوع من السيارات، هناك تخفيضات اعتمدت بالنسبة لسيارات أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50%، فإن الرسوم ستكون في حدود 20 إلى 25% من قيمة السيارة. وعلى سبيل المثال لو تم اقتناء سيارة مستعملة ب10,000 يورو فإن الرسوم التي تطبق عليها تتراوح ما بين 20 إلى 25%، أي ما بين 2000 و 2500 يورو ما يعادلها بالدينار الجزائري. ويتم احتساب قيمة الرسوم من طرف إدارة الجمارك ووفق سعر صرف الدينار الرسمي في البنوك وليس سعر السوق الموازي، وبذلك فإن رسوم سيارة قيمتها 10,000 يورو في الخارج ستتراوح ما بين 29 إلى 36 مليون سنتيم. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق المصدر الشروق. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.